السلام ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتذوب في الفم. هي كتحشيها فمك تذوب، لذيذه وخفيفه وزوينه ومناسبه لمرضى السكري وكيتو دايت وكاع اللي دايرين كاع انواع الدايت. كنتمنى تعجبكم. غنبداو بجوج بيضات، غنخفقهم مزيان حتى يطلع الحجم ديالهم بحال هكا. غادي نزيدو السكر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل في السكر يضيفوا السكر. بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم يقدروا يديروا العسل طبيعي. انا هنايا استعملت بحال ستيفيا مع اغيتريتول باش يكون مناسبه لمرضى السكري. اما هو تقدروا تستعملوا العسل، تقدروا ديروا نصف كاس الى كاس الا ربع. نخفقوه مزيان حتى يذوب لينا هذاك المحلى بحال هكا. وغادي نضيفوا ربع كاس ديال الزبده حيوانيه. تقدروا تستعملوا زيت الزيتون بالنسبه اللي عندهم زيت الزيتون ماشي قاصحه، اللي عجبكم. نخلطوها وتقدروا تنكهوا باي حاجه، اما فانيليا اما حامض اما البرتقال. انا هنا درت قشر البرتقال لانه كيجي زوين مع الكوك، وحتى الفانيليا كتجي زوينه. غادي نديرو نصف كاس ديال الحليب، وفي الاخر غادي نزيد واحد الملعقه ديال الحليب، حيت الكوك على حسب الكوك كيفاش داير كل كوك وكيفاش كيشرب. انا درت هنا نصف كاس، ومن بعد غادي نزيد معلقه. غادي نخلطوه غير شويه كما وريت لكم في الفيديو، ما تخلطوهش بزاف باش ما يهبطش لينا البيض. هنايا غادي نستعمل جوج كؤوس ديال الكوك. راه الكوك كل واحد والكوك كيختلف من مكان لمكان على حسب شحال كيشرب. انا درت جوج كيسان، وفي الاخر غادي نوريكم كيفاش غنوريكم الصوت اللي كيتسمع باش تعرفوا راه هذيك الخليط عندكم مزيان. غادي نخلطوه وغنخليه يتشرب لنا واحد 5 دقائق بحال هكا حتى ل 10 دقائق، ونرجعوا نديروا ليه الخماره، خميره الحلويات. بالنسبه لخميره الحلويات اللي ما بغاش يديرها تقدر دير الصودا وتفعلها بالحامض اولا البرتقال. هنايا انا درت المول ديال السيليكون ودرت ليه الزبده غير الاحتياط، اما هو راه ما تيلصقش. الا كان عندكم شي مول واحد اخر ديروا الزبده، تقدروا دردروا فوق منها الكوك الا بغيتوا. ها هو راه شرب ولكن راه نشف. انا نوري لكم الصوت ديالو باش ملي تكون بحال هكا زيدوا ليه الحليب. هنا من بعد ما شرب غنضيف ليه خميره الحلويات، ومن بعد عاد نضيف ليه الحليب، لان خميره الحلويات هي راه كتنشف كتشرب ديك السوائل. نضيف ليه من بعد الحليب باش يكون ماشي فازك بزاف وماشي عاوتاني ناشف، يكون هكا بحال كتشدو كتحس به مندي. كنتمنى نكون شرحت لكم. انا غنسمع لكم الصوت ديالو باش تعرفوا الفرق. نديروه في المول ديالنا ونبسطوه مزيان. او واخا كيبقى لكم زعما ماشي شاد راسو بحال الكيكه بحال حيت ما فيهاش هذاك الدقيق، ولكن راه ماشي مشكل، في الاخر كتجي زوينه. هاد الاثناء غنكونوا شعلنا الفران ونسخنوه على درجه 180، وغادي ندخلوه في الرف التحتاني حتى يبدا كيبان لينا راه بدا كيطيب من الجناب كيتحمر. واصلا غير كتبدا طيب راه كتعطي واحد الريحه ديال الكوك في الدار كامله. ديك الساعه غادي نخرجوها ونطلعوها تحمر الا بغيتو، الا ما تحمراتش لكم. انا تحمرت ليا في الجناب، غير طلعوها غير شويه وحيدوها لان دغيا كتحمر. غادي نقطعوها كيف ما بغيتو. تقدروا هنايا تسقيوها بالبرتقال ولا تسقيوها بالحليب اللي عجبكم. انا خليتها هكا، ما زدت ليها حتى شي حاجه، وكتجي الطعم ديالها زوين. فاش كتجي تاكلها فيها واحد بحال مسقيه، اصلا كتجي بحال منديه. كنتمنى باش يكون الفيديو اكثر افاده. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول سبحان الله والحمد لله. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وهاد الوصفات تفرحكم ان شاء الله. انا من دابا الفوق نحاول ندير وصفات للمرضى السكري وندير وصفات للناس اللي كيديروا كيتو باش يكون عندهم هكا الطبله ديالهم متنوعه وبزاف ديال الاكلات عندهم. كنتمنى الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وديروا لايك، وشكرا لكم.